هو ليه هاري كين في ورطه بسبب صفقه عمر مرموش مع عملاق الماني؟ وايه هي اهم الانديه اللي بتتفاوض حاليا مع نجم مانشستر سيتي بعد موافقه جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على رحيل عمر مرموش، واللي قدر يقدم مستوى كويس جدا في كاس افريقيا الاخيره، وبعد رجوعه للدوري الانجليزي انهالت عليه العروض من كل مكان، خاصه بعد ما عرفوا ان جوارديولا موافق على رحيل اللاعب، وكان اول عرض اتقدم لعمر مرموش من وصيف الدوري التركي. فنربخشة اللي خسر الدوري الموسم اللي فات بفارق نقطه واحده لصالح جلاطاسراي، واللي قدم عقد لعمر مرموش على سبيل الاعاره. الامر طبعا ما وقفش لحد هنا في تركيا للتعاقد مع عمر مرموش، وده لانه جاله عرض في نفس الوقت من بطل الدوري التركي جلاطاسراي. الله، ده بقت معركه بقى على عمر مرموش، بس كل معركه ولها كبير. علشان كده بايرن ميونخ دخل معركه خط التعاقد مع عمر مرموش، وده طبعا علشان شافوه البديل المناسب لهاري كين في الفتره الجايه، وهو اللي هيقدر يقود خط هجوم الفريق الالماني، وده ببساطه لانه لسه لاعب صغير وقدامه مشوار كبير. فهل تعتقد ان عمر مرموش هيقدر يركن هاري كين اللي عنده 32 سنه على دكه البدلاء في حال طبعا تعاقده مع الفريق الالماني، ولا صاحب ال 32 سنه هيكون له راي تاني، خاصه بعد المستوى الكبير اللي بيقدمه حاليا مع بايرن ميونخ الالماني؟